السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. الزمالك اليوم لعب أمام الاتحاد الإسكندري. تمام؟ المباراة انتهت 0-0. المباراة خلصت 0-0. اللي ياخد رقم واحد الجمهور نادي الزمالك، ولا معتمد جمال ولا اللعيبة ولا الإدارة ولا المحللين ولا الإعلاميين ولا أي حاجة. اللي ياخد رقم واحد في الاستاد هو جمهور نادي الزمالك، ولا حمزة الجمل مدرب الاتحاد ولا معتمد جمال. رغم حمزة الجمل عمل جيم تاني المباراة الشوط التاني. حمزة الجمل عمل المباراة للتاريخ. حمزة الجمل عمل مباراة للتاريخ لأن الاتحاد بدأ فترة الإعداد بدري. فترة الإعداد كانت متأخرة لمين؟ للزمالك. رغم كده الشوط الثاني الحمل البدني وجع جامد لبعض لعيبه الزمالك مثل محمود بنتاج ومحمود بنتايج ومحمد شحاته وادم قايد وكثير اللي وجع منهم الشوط الثاني الحمل البدني، ومحمد اسماعيل وعدي الدباغ وكثير وجع منهم يعني الحمل البدني لنادي الزمالك. والوحيد اللي استحق الاشاده اليوم هو الواحد بس، مين هو؟ عمر جابر. بعد مين؟ ربنا من ثم جمهور الزمالك. واحد يقول ربنا السبب من اسباب تعادل الزمالك اليوم. الزمالك كان يتلقى الهزيمه 2-0 النهارده امام الاتحاد الاسكندري بالذات الشوط الثاني. يعني الزمالك ما لعبش، ما جاش المباراه في الشوط الثاني. الزمالك استحوذ على الكره الشوط الاول كان الاستحواذ 55-45. طب الشوط الثاني الاستحواذ طلع 59 الزمالك و59 الزمالك و39 للاتحاد. طب ليه؟ ادي الاستحواذ للزمالك. طب ليه الاتحاد كان ماسك كوره؟ الاتحاد كان ماسك كوره. الاتحاد الاسكندري كان اخطر على الجون بمقارنه من الزمالك. يعني الزمالك ما كانش خطير الشوط الثاني، ما ضيعش فرص، ما اهدرش فرص. الاتحاد الاسكندري كان هو الفعل والزمالك كان رد فعل الشوط الثاني. الاتحاد الاسكندري هو اللي عمل جيم ممتاز الشوط الثاني. الاتحاد الاسكندري مسك الكوره. الاتحاد الاسكندري استحوذ بشكل جيد على الكوره، مش بس حلو الكوره بالذات. عندهم واحد اسمه ارامول لعيب جيد جدا. جوزيف ارامول ده هيبقى العب لاعب الاتحاد الاسكندري. جوزيف ارامول عنده الكوره حلوه جدا، ضيع فرصه في الشوط الثاني ما تضيعش. الاتحاد الاسكندري في الدقيقه 87 ضيع فرصه ما تضيعش. الاتحاد الاسكندري في الدقيقه 59 ضيع فرصه ما تضيعش. الاتحاد الاسكندري اليوم اتعادل مع الزمالك 0-0 وضيع فرص ما تضيعش. الاتحاد الاسكندري ضيع فرص ما تضيعش. الزمالك ما لعبش وما جاش الشوط الثاني. الشوط الاول يعني عمل بعض الفرص كويسه، استحوذ على الكوره شويه. الشوط الثاني وجع منه الحمل البدني. الاتحاد مسكوا الكوره، يعني كانت الاتحاد عمل جيم ثاني ممتاز جدا. كمان تشكيله الزمالك بدا مين؟ بدا بحراسه المرمى المهدي سليمان حارس مرمى، من ثم 2 قلبي دفاع محمود حمدي الونش ومحمد اسماعيل. كان ادائهم حلو وكويس يعني الشوط الاول. الشوط الثاني كان بعض الشيء وجع الحمل البدني منهم. باك يمين عمر جابر افضل لاعب في المباراه اليوم بعد جمهور نادي الزمالك. جمهور الزمالك تحتاج تبقى رقم واحد. عمر جابر سلمهم رقم واحد في الشوط في قبل بدايه المباراه، قبل بدايه الدوري اساسا. فجمهور الزمالك رقم واحد طبعا. وجمهور الزمالك قال جمله قال حمزه الجمل لسه في امل يا حمزه الجمل. طبعا الامل موجود بعض من عند الله طبعا، بس جمهور الزمالك الدعم زايد جدا. جمهور الزمالك عملت اللي عليها. هو اللي عليه دلوقتي يعمل اللي عليه هو لعيبه نادي الزمالك اللي تعمل اللي عليها. وثلاثه خط باك شمال محمود بنتاج، 3 خط وسط. احمد شريف كان جيد جدا الشوط الاول. احمد فتوح اللي ما لعبش الشوط الاول. يبقى احمد شريف واحمد فتوح محمد شحاته الاداء الثابت مع بنتايج طبعا. عدي الدباغ وادم قايد وينج شمال وينج يمين. والهجوم ناصر منسي اللي كانش موفق اساسا اليوم. فالزمالك خرج تعادل 0-0 واخذ نقطه. والكوره ما بتعترفش غير بالاجوان. واللي عرفناه في المباراه الثانيه. مين هي المباراه الثانيه؟ ابو قير الاسمده
والبنك الاهلي المباراه بتعترف بالاجوان بس الثلاث نقاط اللي يجيب جون ويكسب. يا ابو كار الاسمده اليوم كانت الاستحواذ 18 والبنك الاهلي كان الاستحواذ كام؟ 82 البنك وابو كار الاسمده 18. ومين اللي فاز بالمباراه؟ ابو كار الاسمده 1-0 في الدقيقه 60 من ثم دافعت. التسديدات اتخيل كده التسديدات بتاعت البنك الاهلي كام؟ 39 تسديده مقابل 3 فقط لابو كير منهم جون. 39 تسديده للبنك الاهلي. وبالمناسبه المباراه خلصت بمين؟ بفوز ابو كير الاسمده 1-0 الصاعد الواعد الى الدوري المصري الممتاز من دوري المحترفين. المباراة الأولى في الدوري المصري الممتاز في ثوب الجديد دوري أورا في النسخة 68 انتهت بين دجلة وزد وقت 0-0. المباراة كانت مش كويسة، مش حلوة يعني، انتهت 0-0. من ثم المباراة الثانية الزمالك والاتحاد اتعادلوا سلبي 0-0 برضه، واللي سجل الجون هو في مباراة أبو قير الأسمدة علي حسن. سجل الجون مع حي حسن. المهم يعني سجل أبو قير الأسمدة والاتحاد، أبو قير الأسمدة والبنك الأهلي. خلص مين؟ أبو قير الأسمدة 1-0. الاتحاد والزمالك 0-0 وزد ودجله 0-0. محمد الشيخ امام محمد شوقي 0-0. المباراتين كانوا يعني كويسين جدا بتوع مين؟ بتوع الاتحاد والزمالك والبنك وابو كار الاسمده. مباراه زد والدجله ما ادوش الاداء المطلوب منهم الفرقتين، والمدربين الفنيين على اعلى مستوى بس ما ادوش المطلوب منهم. مأساة وزعل في الاسماعيليه. الدراويش الكره المصريه احد الفرق اللي حصل على الدوري المصري وكاس مصر، احد الفرق اللي حصل على دوري ابطال واول فريق يحصل على دوري ابطال افريقيا، احد الفرق من احد الاضلاع الثلاثه في الدوري المصري الممتاز. مأساة حقيقيه في الدوري المحترفين. الاتحاد الاسماعيلي اول مباراه له اليوم يخسر 3-1 امام مسار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.